كتير بنسأل نفسنا ازاي عايش في سلام. السلام ده ما بيجيش كده صدفة. السلام ده بيبقى فيه مراحل كتير قوي مريت بيها في حياتي. يعني مثلا لما يكون عندي ضيقة، لما يكون عندي تعب شوية، لما يكون عندي قلق. الحاجات دي كلها بتخليني مضطرب، مش بتخليني مرتاح ابدا ومش بتخليني في سلام. اخد السلام ازاي بقى؟ اقعد تحت رجلين الرب. ربنا يسوع دايما فاتح أحضانه لينا ومستنينا طول الوقت، وهو حتى بنفسه بيجي على باب البيت ويقعد يقرأ، يعني موجود. امتى بقى أنا أروح له؟ أو امتى أنا أفتح الباب؟ امتى بقى أقعد معاه وأقعد تحت رجليه؟ في كتابه المقدس، في قعدة معاه، في خلوة، في قداس جميل، في صلوة أقفها كده ما بين إيديه. الحاجات دي كلها هتجيب لي سلام. السلام ما بيجيش صدفة، ولا السلام بيجي لما استدعيه واقول له تعالى يا سلام. ما بيجيش السلام، يجي بس لما انا اقول لربنا تعالى يا رب واسكن في البيت. تعالى اسكن. البيت هو قلبي، البيت هو بيتنا، البيت هو كل مكان انا قاعد فيه او عايش فيه. كل بيت لازم يكون ربنا موجود فيه. اي مكان اكون فيه لازم ربنا يكون موجود فيه. مش هيجي كده صدفة، لازم انا افتح له الباب. وعشان افتح له الباب افتح له ازاي؟ اديله مساحة، مساحة في حياتي، اديله مساحة في وقتي، اديله مساحة للكلام معاه. الحاجات دي كلها هتخليني مرتاح وعايش في سلام وفرحان، ومش محتاج حاجة من العالم. لان العالم مش بيدي الفرح ولا السلام ولا الهدوء ولا اي حاجة. العالم مليان اضطرابات ومليان مشاكل وهموم، لكن مع ربنا بس تلاقي السلام. ودايما نصلي ونقول له يا إله السلام أعطينا سلامك، وكرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا. كبسولة ليا وليك.